ازيكم يا جماعة؟ 5 مسلسلات تستحق المشاهدة. وبمناسبة بقى جو البرد والشتاء كده واحنا اغلبنا قاعدين في البيت من السقعة، يعني جبت لك 5 مسلسلات لازم تتفرج عليهم كده في مناسبة البرد ده. بصراحة مسلسلات ممتعة جدا، ومن افضل المسلسلات اللي اتفرجت عليها يعني في اخر 10 سنين. في مسلسلات حلوة جدا واغلبها يعني مسلسلات معروفة، عشان ما تحسش ان انا نبغى كده وعبقري وجبت لك حاجات ما اتفرجتش عليها وحاجات يعني اللي هي متدارية كده. لا، في مسلسلات معروفة جدا ومشهورة. بس الحلقة دي يعني للي ما شافش المسلسلات دي، يعني لو انت شفتها انت راجل مية مية كده وبرنس. فاللي ما اتفرجش على المسلسلات دي يتفرج عليها. يعني بصراحة مسلسلات ممتعة جدا، من افضل 5 مسلسلات اتفرجت عليهم اخر 10 سنين. مسلسلات حلوة جدا وتستحق بصراحة المشاهدة. بقولها تاني، في مسلسلات معروفة عشان ما حدش يقول لي ده انا عارف المسلسل ده واتفرجت عليه. لا، في مسلسلات معروفة جدا ومشهورة اصلا، بس اللي ما يتفرجش على المسلسلات دي يتفرج عليها. الحلقة دي معمولها له، يعني ما حدش يتفرج على المسلسلات دي يتفرج عليه. طبعا يعني قبل ما ابدا الفيديو يعني لازم انا هثبت الفقره دي كل فيديو، هزن عليكم اقولها لكم افكركم. يعني في زرار تحت الفيديو كده لونه احمر كده مكتوب عليه كلمه اشتراك، دوس عليه كده. الاشتراك ده اول ما هتدوس عليه كده هيتحول له رمادي، انت كده اشتركت 100 100. بقى لو انت عامل بقى انجليزي يعني في سبسكرايب كده هتلاقي مكتوب سبسكرايب، هتدوس عليه هيتحول رمادي كده برضو انت عملت اشتراك يعني. وفي لايك بقى برضو ما تنساش اقول لك عليه، يعني دوس لايك. في برضو زر التنبيهات كده دوس عليه كده عشان يوصل لك اي فيديو جديد، عشان ما يفوتكش اي حاجه انا بقولها لك اهو. وطبعا يعني اسف لو انا طولت عليكم ودوشتكم في الحاجات دي. وطبعا قبل ما نبدا في الحلقه ما تنسوش تدعوا لاخواتنا واهلنا في فلسطين، يا رب ثبت اقدامهم وانصرهم. ويلا بينا ندخل في الحلقه. اول مسلسل معانا في القائمة هو مسلسل سيفرانس، واحد من المسلسلات الحلوة جدا اللي انا اتفرجت عليها. يوم من الخيال العلمي والاثارة النفسية في شركة من احد الشركات اللي بتعمل عملية جراحية لموظفينها، بتفصل ذاكرتهم في العمل عن حياتهم الشخصية. القصة غريبة، يعني فكرة ان انت رايح شغلك ما تعرفش اي حاجة عن شغلك خارج الشركة، وفي الشركة برضو ما تعرفش اي حاجة عن حياتك الشخصية ولا حياتك اللي عملتها. دي قصة غريبة جدا بصراحة، يعني مسلسل ممتع كده والقصة أصلا يعني غريبة بصراحة. يعني من الحاجات اللي أنا شدتني فيها قصة المسلسل. بصراحة المسلسل على المستوى الإخراجي والقصة والتمثيل مسلسل ممتع جدا ويستحق بصراحة المشاهدة. والمسلسل من بطولة الممثل آدم سكوت. آدم سكوت أنا ما اتفرجتلوش على أي حاجة قبل كده، بس بصراحة في المسلسل ده وتمثيله بصراحة راجل حلو جدا وممثل حلو جدا. والمسلسل بصراحة هياخدك كده اللي هو بشويش بالراحه كده، هيبتدي معاك ان في ملل كتير جدا. ده ما تقلقش، يعني الملل ده بعد الحلقه الخامسه او السادسه بيروح، وتقعد قاعد على اعصابك بتعرف هتعرف ايه المنظومه دي وايه القصه اللي بتحصل وايه حياتهم اللي عايشينها دي. قصه غريبه جدا وممتعه ولازم تتفرج على المسلسل ده. مسلسل سيفرانس واحد من افضل المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها اخر فتره. مسلسل رقم 2 هو مسلسل بلاك ميرور. هتقولي انت بتهزر، هتقولي انت جاي تهزر معايا. لا اصبر بس يا عم، المسلسل ده انا عارفك انت بيه كده وانت في ناس اكيد اتفرجت على بلاك ميرور، بس ليه ما اتفرجش؟ المسلسل ده بصراحه يا جدعان لازم تتفرج عليه. في جو من السوداويه بصراحه، ان هو المسلسل اكتر يعني مصطلح يليق عليه هو سوداوي بسبب تطور التكنولوجي الرهيب اللي بيحصل في عالمنا ده، وايه هيأثر على مستقبلنا بعد كده والحاجات اللي هتحصل. يعني المسلسل بصراحة حلو جدا للي ما اتفرجش على المسلسل ده. بلاك ميرور واحد من المسلسلات الممتعة جدا، واول سيزون كده انت هتخلصه في قعدة، يعني هو في يوم كده. هو 3 حلقات السيزون الاول، السيزون الثاني 5 حلقات متهيألي. يعني هم نزل منهم 6 سيزون. 6 سيزون يعني اكتر عدد حلقات هو بيبقى 6 حلقات في السيزون الواحد. يعني المسلسل ممكن تخلصه في 3 ايام. مسلسل يعني بصراحه حلو جدا لازم تتفرج عليه. ومسلسل بلاك ميرور اللي هو انا بتفرج عليه كده بعد ما اخلص المسلسل، طب ايه انا يعني داخلني كده في جو بصراحه كئيب جدا كده بيعز بنفسيتي كده المسلسل ده بصراحه. بس يعني مسلسل حلو جدا ولازم تتفرج عليه. هقولها لك تاني، يعني بلاك ميرور يعني روح اتفرج عليه وادعي لي بقى. رقم 3 معانا هو مسلسل مصري. ايه بتعمل مسلسلات حلوه، بنعرف نعمل مسلسلات حلوه خلي بالك. يعني مسلسل كل اسبوع يوم جمعه، بطوله آسر ياسين ومنى شلبي. وبصراحه من المسلسلات الممتعه جدا على مستوى الحبكه، مستوى القصه،
على مستوى التمثيل، على المستوى الاخراجي، مسلسل مش عايز ابالغ يعني وبافور، لا مسلسل مكتمل في كل الاجزاء بتاعته، يعني قصة من التمثيل لكل حاجة، مسلسل مكتمل. ودي من النوادر ان انا القى مسلسل كده ما فيهوش ثغرات او فيهوش عيوب، لا بصراحة المسلسل ده حلو جدا. ومن اخراج المخرج العبقري جدا ولازم انا اديله حقه، المخرج محمد شاكر خضير، مخرج العبقري جدا واللي عمل لنا تحفة. انا مش عارف طلعت ازاي، طلعت من عندنا ازاي، احنا عارفين مسلسلاتنا بقى والحاجات بتاعتنا، بس دي طلعت ازاي؟ يعني بصراحة من المسلسلات الممتعة جدا والحلوة، واللي انت هتشوف من فيها تمثيل حلو، قصة حلوة. ومسلسل بيحكي باختصار يعني عن فتاة اسمها نور، واللي بتعيش مع شخص متوحد تحت سقف واحد، وهتعرف ايه اللي هيجمع نور مع الشخص المتوحد ده، وهتعرف القصة دي. والمسلسل فيه يعني في البيت اللي عايشينه بتحصل جرائم قتل كتير، وبتشوف عنف ودموية وكل حاجة يعني اللي انت بتحبها، وهتعرف القصة والموضوع ده. مش عايز احرق لك يعني، اسيبك ان انت تتفرج وتعرف كل حاجة بنفسك. المسلسلات الحلوة جدا وبصراحة تستحق المشاهدة. وتنويه يعني المسلسل غير صالح للمشاهدة العائلية، ما تتفرجش مع اطفال عشان المسلسل فيه دموية كتير وعنف كتير، يعني غير صالح للمشاهدة العائلية. بحب انوه عشان محدش يقول لي المسلسل ده فيه عنف، لا غير صالح للمشاهدة العائلية. بالمناسبة بسبب الدور ده منة شلبي ترشحت في جوائز الإيمي عن أفضل ممثلة في دور في المسلسل ده بتاع كل أسبوع يوم جمعة. بالمسلسل ده راحت الإيمي اللي هي من أكبر الجوائز عالميا، يعني جايزة توازي الأوسكار كده بس في المسلسلات. بسبب الدور ده منة شلبي ترشحت كأول مصرية تترشح لجائزة عالمية بحجم جائزة الإيمي، يعني المسلسل عظمة بقول لك. ورقم 4 معانا هو مسلسل ذا كوينز جامبت. والمسلسل بصراحة أنا المسلسل ده عشقته بصراحة، يعني حلو جدا المسلسل بصراحة، وأنا بحب المسلسل ده. المسلسلات الحلوة والممتعة بصراحة إن أنا اتفرجت عليها، يعني بعيد الكلمة دي كتير بس مش لاقي يعني مصطلح أوصف بيه المسلسل، لأنه ابداع بصراحه، يعني مبدع جدا. المسلسل حلو جدا وقصته حلوه، وبيحكي عن بيس هارمون. بيس هارمون فتاه النابغه في لعبه الشطرنج، عبقريه في لعبه الشطرنج. بتشوف رحله تصعدها فتاه عاديه بتلعب لعبه الشطرنج لافضل لاعبه للشطرنج. والمسلسل بياخدك من جوانب لشخصيتها في المسلسل، ان هي بتعاني من الانطوائيه وبتعاني من ادمانها للمخدرات او من الشرب. المسلسل بصراحه حلو جدا، وتمثيل ممثله انيا تايلر جوي بصراحه حلو جدا. الممثله دي انا عجبتني المسلسل ده، وحسيت ان المسلسل يعني اللي هو على المستوى التمثيلي كان حلو جدا، وعلى المستوى القصه قصه حلوه جدا. بشوف رحله صعود من القاع للنجاح، يعني حلوه الكلمه دي بصراحه، يعني كان نفسي اقولها. المسلسل بصراحه ممتع جدا ولازم تتفرج عليه. المسلسل من الحاجات اللي انا اتفرجت عليها وانبسطت ان انا اتفرجت على المسلسل ده بصراحة. تجربة المشاهدة ممتعة جدا صراحة، مسلسل يستحق المشاهدة، لازم تتفرج على المسلسل ده. ومسلسل رقم 5 واخر مسلسل معنا في القائمة هو من ابداعات كوريا، مسلسل سكويد جيم. هتقول لي انت جاي تهزر، المسلسل ده معروف جدا. لا في ناس ما تعرفش المسلسل ده، لو انت بتعرف وانت برنس وانت يعني ميمي بس سكويد جيم ده من الحاجات اللي انا كنت لازم ارشحها للي ما عرفش. ممكن في ناس ما تعرفش المسلسل ده، فانتوا فايته كتير يعني ما يعرفش ذا سكويد جيم. مسلسل حلو جدا، والمسلسل بيحكي عن منظمة بتدير لعبة بتستهدف الاشخاص اللي بتعاني من ضائقة مالية، وتعرض عليهم ان هم يلعبوا في اللعبة دي، واللي هيكسب الجائزة دي هيفوز بجائزة مالية كبيرة جدا، واللي هيفشل في مراحل في اللعبة دي هيتقتل. من المسلسلات وانت بتتفرج عليها قاعد على اعصابك بصراحه. المسلسل ده يعني حلو جدا، وابداعات كوريا لا بتثبت كوريا للعالم ان هي بتعرف تعمل مسلسلات. بتقول لك يا باشا مش هوليوود بس، لا احنا جامدين في ان احنا نعرف المسلسلات. والدليل على كده المسلسل ده، مسلسل بصراحه حلو جدا وناس كتير اتكلمت عنه، يعني من اعلى نسب مشاهده في نتفليكس. مسلسل حلو جدا بصراحه يعني، ويستحق ان انت تتفرج عليه. مش هقول اكتر من كده. يعني مسلسل سكويد جيم واحد من افضل المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها اخر فترة بصراحة. مسلسل حلو جدا، القصة متماسكة، شخصياتها الرئيسية الشخصيات بتعرف تمثل حلو. الشخصيات اصلا انت في شخصيات هتتعاطف معاها وشخصيات هتستحقرها جدا في المسلسل ده. يعني في
من ده على هذا يعني المسلسل بصراحة تركيبته حلوة جدا، ويعني مسلسل يستحق المشاهدة، ومش هقدر اقول غير كده يعني. واخيرا اتمنى ان الحلقة دي تعجبكم، يعني من الحلقات اللي انا استمتعت وانا بصورها، وان شاء الله نعمل منها جزء تاني لمسلسلات تانية تستحق المشاهدة. يعني مش هيبقى اخر حلقة دي، هنرشح مسلسلات تانية. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، يعني عشان تشوفونا تاني وتشوفوا كل الحاجات الجديدة. ويلا سلام.